بأحد. فكروا من هذه داعش؟ داعش؟ فكر نتنياهو. نتنياهو ايه ما لا هو واهله وقرايبه واللوبي اليهودي اللي يحاكم امريكا وروسيا والصين معود كلها ترجف من اليهود، بس احنا شو مستفلقيهم؟ بس مستفلقينهم فاتين بنا طول إيه هو عشان كذا ايه فعلا. ما هم لين مقتلهم على ايدينا على العراقيين، هم يعرفون. قلت لك والله العراقيين والله العظيم قلت لك هذا قاله احد القساوسه الكبار المشهورين وتعرف اسمه ولكن لا اقوله الان. قالها لك يعني؟ قال لي انا مباشره. قال ان في كتبنا ان الذي سوف ينهي اليهود احتلال اليهود الاخير، اللي 4 مرات في التاريخ احتلت القدس، 3 مرات حررها عراقي، نبوخذ نصر وسلازار صلاح الدين الايوبي، 3 اكراد والرابع هم كردي. هذا عراقي كردي. الله النبي قال سيدنا عبد الله بن مسعود قوم من، ما قال العراقيون كلهم، قوم من العراق اشداء. يعني هسه العرب ما راح يقاتلون؟ لا بل يقاتلون بقيادة الكردي، بقيادة قائد كردي. صلاح الدين الايوبي من جنوده عرب بس هو القائد. فالقائد الذي ينهي فلسطين قائد كردي عراقي وجيشه من العراق والشام. مسعود برزاني مثلا؟ قد يكون احد احفاده. يعني مو بالوقت الحالي. او لا بعدها بشويه، بعد ما استوت. لما تستوي. طيب اخر شيء، هل تعتقد ان العراق سيقسم؟ لا. هاي هم النصوص والروايات لو امنيات. العراق قادم. شوف اقول لك شيء، انتم بعضكم شباب وانا عندي خبر ان يعني بعد 40 سنه لكن مو يعني يعني بس انت ان شاء الله كلكم عايشين. ليس بعيدا ذلك اليوم الذي سوف ترى العراق فيه، بحيث كل واحد في العالم يتمنى لو كان عراقيا على الخير الذي سيصب فيه ويصيبه من أبناء الجيل الذي هو من جيلك أنت وأقرانك ومن خلفكم سيبنون عراقا مثالا ومثاليا للكون كله. وهذا العراق الأخير هو الذي سينظف هذه الدنيا دون العرب والمسلمين، وبعدها تقوم الساعة على هذا الجمال الذي هو ببغداد ودمشق، دمشق وبغداد. وإما هذه الفتنة في بغداد ودمشق ما هي اعتباطا، وإنما لكي تنظف بغداد وتنظف دمشق حتى يبقى الشعب كله شعب مسلم فقط بلا عنوان، وهو ملك كل المسلمين في العالم عربا وغير عرب.